للعيال برضو اللي ما بيحبوش ياكلوا الخضار وصعب قوي ناكلهم الخضار، انا بعمل صلصه الطماطم بطريقه كده احط فيها كل حاجه من غير ما العيال ياخدوا بالهم. هوريكم ازاي. الاول بنسلق طماطم، توم، بصل، طماطم، فلفل اخضر، فلفل الوان، ممكن نحط كوسه، ممكن نحط بتنجان، جزر، كل الخضار اللي انتوا نفسكم ولا تقوم ياكلوه. بنخلط كل ده مع بعض فشكله بيبقى كانه صوص طماطم، يعني تبقى الاحمر هو اللي بيبقى اللون الدوميننت، فما بنشوفش الالوان التانيه، بالتالي العيال مش هيشوفوها. نخلط الحاجات دي كلها مع بعض، بنحطها في حله فيها زيت زيتون، بننزلها جوه المصفى دي، بنصفي بقى بصوا بنصفي بقى الطماطم. ماشي، بعد ما طفيناها ناخد معلقه صلصه طماطم عاديه جدا، بعد ما يبتدي يغلي نزود عليه قلت معلقه صلصه، وبعدين بنحط بقى ملح، فلفل، والبهارات اللي احنا عاوزينها. ممكن نحط كمون، ممكن نحط بقى اوريجانو، بازل، الحاجات كلها اللي بتخلي صلصه الطماطم طعمها حلو.